السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع اقتراب عيد الاضحى ومع القرار ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس بالغاء عيد الاضحى في الدوله المغربيه. لاحظنا في هذه الايام طلب كبير على الدواره وكذلك الجدل حول الاثمنه اللي وصلت لها الدواره في المغرب، ومجموعه من المواطنين كيشتكيو من الغلاء ديال الدواره اللي تراوحات الاثمنه ديالها وصلت ما بين 500 حتى 700 درهم. شنو اللي خلى الدواره توصل لهذا الثمن الخيالي وشنو هو الثمن الحقيقي ديالها قبل هاد العواشر؟ هذا الشيء كامل هو اللي غنجاوبوا عليه في هذا الفيديو، وهو علاش درنا هذا الفيديو خصيصا. ولكن قبل ما نبداو، الا كنتي اول مره كتشاهد القناه فمرحبا بك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد، وما تنساش دعم الفيديو بواحد اللايك. يعني الاصدقاء مباشره وبدون مقدمات، السبب الوحيد والرئيسي اللي خلى الثمن ديال الدواره يطلع على هذا يعني الثمن الخيالي هو كثره الطلب. اغلبيه ديال الناس فاش تسمعوا يعني القرار ديال الغاء عيد الاضحى يعني التجؤوا الخيار الثاني وهو يعني الدواره. كلشي باغي يشوي، كلشي باغي يدير بولفاف، داكشي علاش كلشي باغي ياخذ الدواره. والمشكل اللي كاين هو ان اغلبيه كيوصي غير على الدواره. الجزاره ملي كيشوفوا الناس كيوصيو على الدواره بزاف يعني ضروري خصهم يجيبوها، والسبيل الوحيد انهم باش يجيبوا الدواره هو انهم يذبحوا الخرفان. يعني لا يعقل ان الجزار يمشي يذبح خروف على قدو يعني مقيوم عليه ب 2000 درهم ولا 2500 ولا شوف هو بشحال شراه باش يبيع الدواره فقط. يعني اغلبيه الناس كيبغيو غير الدواره. هذا الشيء اللي خلى الثمن ديالها ولا هذا هو السبب الرئيسي باش ارتفعت الدواره. يعني قلنا السبب الرئيسي هو الاقبال والقله ديال يعني الدواور في السوق، هذا هو السبب الرئيسي. وبالنسبه للثمن ديالها العادي يعني في الايام العاديه من غير الايام ديال العواشر فهي على حسب الحجم ديال الكبده. يعني كتراوح الا كانت الكبده غليظه ولا كانت الدواره غليظه فما بين 250 حتى 350 درهم. الا كانت ميان يعني صغيره شويه الكبده الثمن ديالها كيبدا من 150 حتى 250 درهم. ومع العواشر وعيد الاضحى والاقبال اللي عليها يعني اللي كاين على الدواره فراه تزاد الثمن تقريبا بالضعف، وصلت الدواره ل 700 درهم. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. درت لكم هذا الفيديو باش نشرح لكم ونوضح لكم يعني علاش ارتفع الثمن ديال الدواره. ما تنساوش لايك، خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. تهلاو في راسكم، الى اللقاء.